دعت النقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى اتخاذ إجراءات لتخفيف التوتر الذي يعيشه القطاع، ومنها التعجيل بإلغاء الإجراءات التوقف المتخذة وتوفير شروط العودة إلى الحياة المدرسية. ووجه خالد السطي المستشار البرلماني عن النقابة مسؤولا كتابيا إلى بن موسى، أشار فيه أنه بدل فتح قنوات للتواصل والبحث عن مخرج لهذه الأزمة التي قد تعصف بالموسم الدراسي، إلى أن العديد من المديريات الإقليمية شرعت في تطبيق عقوبات إدارية، التوقيف عن العمل وإيقاف الأجور ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل، رغم أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة الاحتقان وتعقيد الأمور. وتساءلت النقابة عن مشروعية اتخاذ قرارات تهم موظفا عموميا تابعا للإدارة العمومية من لدى المسؤولية الأكاديمية بصفتها مؤسسات عمومية، مؤكدة أن تفويض تدبير شؤون موظفي الوزارة باعتبارهم موظفي إدارة عمومية بموجب قرار تفويض لمدير مؤسسة عمومية لا يتوافق مع المقتضيات التشريعية المتعلقة بتفويض الإمضاء.